يا مساء الفل. النهارده معادنا مع ابيسود جديده من السيريز بتاعتنا ديف اوبس فروم زيرو. النهارده هنتكلم عن السي اي سي دي، ودي من الحاجات الاساسيه جدا ليك كحد ديف اوبس انك تبقى فاهمها، لان ده جزء مش قليل من الشغل بتاعنا. هنفهم طبعا ايه هو السي اي سي دي ثرو السيشن، بس اول حاجه تعالوا نتكلم على ما قبل السي اي سي دي. قبل ما نفهم ايه هو السي اي سي دي اصلا، تعالوا نتكلم ما قبله كان الوضع ماشي ازاي. السوفت وير كان بيتعمل له ديليفرنج ازاي لليوزرز للاند يوزرز. هو ان احنا كل ديفلوبر شغال لوكال عنده على البرانش بتاعه، ولكن هو بيفضل شغال 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 لحد ما يخلص كل الشغل اللي هو شغال عليه. ونيجي مثلا اخر الاسبوع نحاول بقى نمرج او نحط الكود اللي الديفلوبر A عمله والديفلوبر B عمله والديفلوبر C عمله، نحاول كلهم يبقوا في حته واحده، نحاول ان احنا نوصلهم يبقى كلهم على الريبوزيتوري اللي على جيت هاب مثلا. الشيرد كود بتاعنا يبقى شايل كل الكونتريبيوشنز بتاعت الديفلوبرز الثلاثه، علشان في الاخر كل واحد فينا شغال على فيتشر، احنا عايزين نطلع 3 فيتشرز دلوقتي. هنيجي اخر اسبوع نحاول نوصل ان احنا الثلاثه بقوا الكود بتاعهم موجود في الشيرد ريبو بتاعتنا او السنترلايزد ريبوزيتوري بتاعتنا، ونبتدي نعمل التستنج بتاعنا. وقبل كده كان مانيوال تستنج، فاحنا لو ان شاء الله عرفنا نوصل ان الكود بقى شايل الثلاثه فيتشرز الجداد بتوعنا، خلاص عرفنا نعمل لهم ميرج، وعرفنا نخلي الكود بتاعي وبتاعك وبتاع حد تالت يبقى موجود. نبتدي نعمل التستنج، لقينا الدنيا بقت شغاله تمام، نبتدي نعمل ديبلويمنت، وبتبقى مانيوال ديبلويمنت برضه. يعني ايه مانيوال ديبلويمنت؟ يعني حد مثلا على الجهاز بتاعه هيبتدي يطلع البيلد، والبيلد دي يبتدي مثلا يبعتها للكلاينت، او يبتدي يعمل لها انستول على السيرفر اللي هو شاريه علشان الاند يوزر يقدر يشوف الابديت. فطبعا الريليز سايكل هنا مؤلمه جدا وستريسفول جدا، وممكن يحصل فيها مشاكل كتيره قوي. ليه؟ لان اولا ممكن يحصل كونفليكت، لان انا كاتب فيتشر كود وانت كاتب فيتشر كود، ممكن نبقى احنا الاثنين شغالين طول الاسبوع بس بنعدل في فايلات بعض. فبالتالي لما نيجي نطلع الكلام ده على الشيرد ريبوزيتوري هنلاقي انه في حاجات فيها كونفليكت، يعني محتاجين نقرر انهي واحد الكود بتاعه هو اللي هيكمل، انهي واحد هناخد الكود بتاعه، او ان احنا محتاجين الاثنين. ففي حد محتاج انه يحل المشكله دي. الحاجه التانية، المشكله التانية ان الباجز بتبقى ديسكفرد متاخر. لو انا الكود بتاعي فيه مشكله، انا هعرف في اخر الاسبوع اللي حصل فيه مشكله في الكود بتاعي. لما نيجي نوصل الكود بتاعنا جنب بعض نكتشف بقى ان في مشاكل اصلا كانوا المفروض نحلها ثرو الاسبوع، بس احنا مش عارفين ان في مشكله اصلا، لان احنا ما عملناش تيستنج غير اخر الاسبوع او في بدايه الريليز سايكل. فبالتالي الفيدباك لوبس هنا بطيئه جدا، انا مش عارف اخد فيدباك على الكود بتاعي غير برضه وقت الريليز، وهكذا زميلي وهكذا زميلي التالت. فطبعا دي مشاكل. كمان ان الريليز سايكل ان هي مانيوال ممكن يحصل هيومن ايرور، ممكن اطلع حاجه ما ينفعش كنت اطلعها. فدي وارد ان يحصل فيها مشكله، هي هيومن في الاخر مانجد مش اوتوميتد، هي حاجه مانيوال وارد بيحصل فيها مشكله. فبالتالي الريليز سايكل بتاعتي مش ستيبل ومش احسن حاجه. طيب فده البديهي طبعا. ليه انا محتاج دلوقتي السي اي سي دي؟ السي اي سي دي فكرته ان انا ابقى دايما قادر اخد فيدباك سريع على الكود بتاعي، قادر اوصل لكواليتي اعلى من الكود بتاعي، قادر يبقى عندي ريليز سايكل امن واوتوميتد اكتر شويه، فبالتالي فاستر ديليفري. ما هو لو السايكل اوتوميتد نفسها اقدر ان انا اوصل انه الدليفري بتاعتي اسرع، لان في ستيبس كتيره بقت اوتوميتد. فلو جينا نفصص الحاجتين دول، السي اي هو كونتينوس انتجريشن. يعني ايه كونتينوس انتجريشن؟ يعني سهوله ان الكود بتاعي يطلع على الشيرد ريبوزيتوري بسهوله وعلى طول، من غير ما يبقى فيه كونفليكتس تتراكم على اخر الاسبوع. لان انا هنا بطلع تشينج، انا كل حاجه بخلصها اروح اعمل لها بوش تطلع فوق، يتعامل عليها شويه تشيكس، يترن ان انا عايز اطلع بيلد اوتوماتيكلي، اتاكد ان البروجكت بيبيلد، ارن التست اوتوماتيكلي، فحل الايشوز بتاعتي بدري بدري. فانا هنا عملت ايه؟ عملت انتجريشن للكود بتاعي اسرع وبشكل كونتينوس. انا دايما عمال انتجريت حته حته من الفيتشرز بتاعتي، فمش هفضل اراكم ده على اخر اسبوع، لا، انا كل ما اخلص حاجه اعملها بوش، التشيكس بتترن
فاقدر اطمن على التشينجز اللي انا طلعتها وهكذا وهكذا. فالكود بتاعي عمال يحصل له كونتينوس انتجريشن مني ومن ديفلوبر تاني ومن ديفلوبر تالت. السي دي متقسم نوعين، continuous delivery و continuous deployment، وفي ما بينهم فرق. continuous delivery ان الكود بتاعي ازاي يبقى دايما جاهز انه يحصل له ريليز، هو دايما جاهز على ستيب ريليز، حتى لو الريليز دي محتاجه مانيوال او هيومن انترفنشن، حد يدوس على الزرار يعني، بس في الاخر الكود بتاعي هو ready to be delivered خلاص. continuous deployment هو ان انا خدت الموضوع ده step further، ان انا الكود بتاعي بقى حتى لو بيباص شويه تشيكس هو ممكن يطلع اوتوماتيكلي على البرودكشن، يقدر يطلع على طول من غير حتى ما حد يدوس الزرار. والاثنين كويسين، والاثنين بيضمنوا لي ريليزز امن ومتكرره بشكل كبير جدا. فالسي اي سي دي كبايب لاين كفلو احنا فهمنا هو ليه مهم وليه مفيد بعد اللي كان بيحصل زمان، ويعني ايه سي اي ويعني ايه سي دي. بس الفلو بيمشي ازاي؟ ان انت بتبوش الكود بتاعك، الكود بتاعك بيتعمل له شويه حاجات، بيتعمل له بيلد، نتاكد ان هو بيبيلد اصلا. طب لو هو بيبيلد اصلا تيجي ندخل على ستيب 2 نرن التستس. لو انت شغال بيونت تيست وده حاجه ريكومندد او انتجريشن تيست، ان انا اتاكد ان الكود بتاعي ده ما بوظش فيتشر تانية، الكود بتاعي ده بيباس التست كيسز اللي انا كاتبها عشان افاليديت ان انا بفولو او انا الكود بتاعي بيالاين مع البيزنس ريكويرمنتس. ستيب 4 ان انا بباكج الكود ده بجهزه تو بي ريليزد، هو دلوقتي بقى هيبقى ريدي تو بي ديليفرد. الستيب اللي بعد كده ان انا اعمله ديبلوي على انفايرمنت، تيست انفايرمنت زي الستيجنج انفايرمنت، جاهز ابتدي اطلعه على البرودكشن انفايرمنت لو بيباس شويه تشيكس، او لو انا هدوس على زرار مانيوال يعني ان انا ريليز للبرودكشن مفيش مشكله. ولكن ده التيبيكال فلو اللي ممكن يكون موجود. دلوقتي هندخل على مرحله الديمو. ابلكيشن فاست اي بي اي ابلكيشن انا عملته كده على جنب، ومطبقين فيه المبادئ اللي احنا اتكلمنا فيها عن السي اي والسي دي، من غير ما ندخل في تفاصيل قوي بالظبط انا كاتب ايه في كل حته، ولكن هناخد الاوفر فيو ونتفرج على ازاي ده ممكن يكون بيحصل في ريل سيناريو شويه احنا عاملينها على جنب. فيلا بينا نروح على فيجوال ستوديو كود ونكمل من هناك. اوكي طيب احنا دلوقتي في فيجوال ستوديو كود. من غير ما ندخل في تفاصيل قوي في كل فايل في البروجكت ده، مينلي لو جينا نبص هنا على المين دوت باي هنلاقي ان ده فاست اي بي اي ابلكيشن، ده باك اند ابلكيشن معمول ببايثون، وفي سامبل اي بي ايز، في هيلث اي بي اي، في اي بي اي بتجيب التاسكس، وفي بتكرييت تاسك، وفي بتجيت تاسك بالاي دي، وفي بتابديت التاسك، وفي اللي بتديليت التاسك. حتى التاسكس هي مانجد ان ميموري بديكشنري، يعني مش معمول لها داتابيز او حاجه. فده سيمبل ابلكيشن. وهتلاقيني هنا في فولدر اسمه تيستس، فكاتب يونت تيستس للفاست اي بي اي ابلكيشن ده، بتست الاي بي ايز بتاعتي عشان اتاكد ان انا لو عملت اي تشينج في اي وقت ان التست بتاعتي بتباس، واتاكد ان انا ما بوظتش حاجه بالتشينج بتاعي، عشان دي هنستخدمها في البايب لاين بتاعنا. اوكي. والحاجه الثالثه المهمه وهي ان انا طبعا عندي هنا دوكر فايل، ده اللي بيه ببيلد الابلكيشن ده. كل اللي انا بعمله ان انا بقول له انا عايز استخدم بايثون فيرجن كام، بعمل ورك دايركتري جوه الدوكر، وطبعا في بقدر اكوبي الفايل اللي بيعتمد او اللي فيه الديبندنسز فيه بديسكرايب الفيرجنز بتاعتها. ودي لاير زي ما قلنا ان كل كوماند في الدوكر فايل بيبقى لاير، واللاير دي بتعمل لها كاشنج عشان لو ما حصلش فيها تشينج دوكر مش بيعيد الاكسكيوشن بتاعها من الاول. بعد كده برن الانستول وبكوبي المين دوت باي، ده المين ابلكيشن فايل، وببتدي احدد الكوماند اللي الدوكر محتاج يرن بيه الكونتينر ده يوزنج اليو في كورن، وبرن الابلكيشن ده على بورت 8000. ده الدوكر فايل هستخدمه في البيلد في البيلد ستيب اللي في البايب لاين. احنا قلنا بايب لاين كفلو ان انا ببوش الكود هيبيلد وهيتست، برن البيلد وبرن التست، او ولو في تشيكس تانية هعمل لها رن، وبعد كده ابتدي اطلع ده على الانفايرمنت سواء staging او برودكشن. طيب البايب لاينز تبقى ديسكرايبد ازاي؟ لو انا شغال بجيت هاب وجيت هاب اكشنز، جيت هاب اكشنز هي التكنولوجي او الحاجه اللي اقدر بيها اديفاين بايب لاين، البايب لاين ده بيحصل له رن في ماشينز بتاعت جيت هاب بتاكسكيوت هناك. فانا بديسكرايب البايب لاين بيمشي ازاي. فهتلاقيني هنا في جيت هاب بعمل فولدر اسمه ورك فلوز، وجواه بديفاين البايب لاينز بتاعتي. اول بايب لاين اللي هو للسي اي اللي هو الكونتينوس انتجريشن، ده اللي بيرن التشيكس اللي بتضمن ان الكود بتاعي يقدر يتمرج بشكل كوريكت على الشيرد ريبوزيتوري او السنترلايزد فيرجن اللي الناس بتكمل عليها الشغل بتاعها.
فانا ده مش هيبقى فيه الديبلويمنت، مش هيبقى فيه الجزء اللي ببوش فيه على الانفايرمنت. هو الجزء ده ليه علاقه التشيكس. هتلاقي ان اي ورك فلو بيبقى ليه اسم وليه التريجر بتاعه. ده هي تعمل له تريجر لما اعمل بوش على اي برانش، لان انا عايز اي حد شغال على اي فيتشر في اي برانش يرن السي اي عليه عشان يقدر يتاكد ان الكود بتاعه مظبوط ولا لا. ولو فتحت بول ريكوست ان انا عايز امرج الشغل بتاعي على الماستر برانش اللي بيطلع منه ديبلويمنت، برضه ارن السي اي عشان اطمن ان الكود بتاعي تمام، وانا خلاص هطلع الكلام ده على المين برانش بتاعي اللي بيطلع منه ريليز اللي هو هنا اسمه الماستر. وبديفاين عندي الجوبز. اوكي، هنلاقي ان احنا عندنا 3 جوبز مينلي. واللينت هو ستاتيك كود اناليسيس. بستخدم هنا تكنولوجي، والتكنولوجي دي اسمها روف، والروف دي هي عباره عن لينتر. اللينتر ده اللي هو ايه؟ اللينتر ده هو ستاتيك كود اناليسيس، هو بيسكان الكود من غير ما يعمل له رن ويشوف لو في اي بج او مشكله. كومبيرنج ده بالبايثون لانجويج كونفنشنز، يعني هو بيقارن اللي هو عارفه عن بايثون. فهو مش بيعمل رن للابلكيشن، هو بيتشيك الكود زي ما هو كده مكتوب، يطلع لي لو في مشاكل. فدي اول ستيب، بقول انا عايز اعمل لينت. طبعا رانز اون دي بتديفاين هو الورك فلو ده هيرن على ماشين عامله ازاي. كاني بقول لجيت هاب هات لي اوبونتو ماشين، هات لي لينكس ماشين اشتغل بيها، لان هي دي اللي بتبقى شبه في الاخر السيرفرز اللي انا هديبلوي عليها على مثلا كلاود بروفايدر زي اي دبليو اس. ابتدي اعمل الستبس بتاعتي ان انا تشيك اوت الكود اللي في الريبو عشان يبقى الجيت هاب اكشن ده قادر يشوف الكود نفسه. وبعد كده بنزل بايثون وبنزل اللينتر وبرن الكوماند بتاع اللينتر. مش عايز ندخل في التفاصيل دي قوي دلوقتي، ولكن دي الفكره العامه ان انت بتديفاين جوب هترن على الورك فلو ده، في الورك فلو ده على الماشين بتاعت اوبونتو اللي عند جيت هاب. واول جوب هترن هي اللينتنج. تاني حاجه ان انا هرن التستس، فبرضه بتشيك اوت الكود، بسيت اب البايثون الفيرجن وانزل الديبندنسيز وابتدي ارن التستس. فدي بتتشيك ان التست بترن وكلها بتسكسيد. تالت جوب الجديد فيها بس انا بقول له ان انا الجوب دي عايزه تعتمد على الاثنين اللي قبلها. يعني مش عايزك تجرب تعمل بيلد للكود لو التست بتفيل او اللينتنج او الفورماتنج بتاع الكود بتاعي بيفيل، اللي هي الحاجات الاساسيه. لو دول تمام اعمل لي بيلد للكود بتاعي يوزنج الدوكر فايل، اعمل لي دوكر بيلد بالتاج اللي اسمه سي اي سي دي ديمو. ودوت هنا معناها استخدم الدوكر فايل اللي موجود في الريبو اللي انت واقف عندها، اللي هو الدوكر فايل اللي احنا كنا لسه فاتحينه من شويه. فده السي اي بتاعي جواه 3 ستيبس، لينت وتست ودوكر بيلد. طب السي دي اللي هو الكونتينوس ديليفري او الكونتينوس ديبلويمنت، حسب الكود بتاعنا بيكمل لحد ستيب انه ريدي فور ديبلويمنت، ولا الكود بتاعنا بيكمل لحد ما بيتعمل ديبلويمنت فعلا اوتوماتيكلي. في الحلقه هنا انا مش بديبلوي فعلا، انا بسيميليت الديبلوي بان انا بعمل اكو لمسج مبدئيا. ولكن البيلد هم 2 ستيبس، ان انا ببيلد وفي الاخر هي دوكر ايمج. فببيلد الدوكر ايمج دي وبعمل لها بوش على اي دبليو اس سيرفيس اسمها اي سي ار. اوكي، الاستيك كونتينر ريجستري هي ده كانه المخزن اللي بحط فيه اي دوكر ايمج انا عايزه تبقى عند اي دبليو اس، عشان لما اجي اعمل لها ديبلويمنت على اي دبليو اس سيرفر استخدم الايمجز من هناك. فاحنا عملنا بيلد كده كده في السي اي، بس هنعمل بيلد تاني في السي دي. وده السي دي ده بعمله ران لما ببوش على الماستر ده البرانش، لما الكود اللي عليه ده انا هو ده الكود اللي انا عايز اطلعه لليوزر يقدر يستخدمه. فببتدي اعمل البيلد بتاعتي. اوكي، برضو مش عايزين ندخل في تفاصيل قوي، بس انا ببيلد الكود بتاعي وبعمل له بوش للدوكر ايمج دي، بعمل لها بوش على الاي سي ار او الريجستري بتاعتي اللي هي اسمها سي اي سي دي ديمو اي سي ار. اوكي، وبنستخدم حاجه اسمها او اي دي سي. دي حاجات ممكن نتكلم عليها في التفاصيل قدام، بس الفكره العامه للسي دي هو ان انا في الاغلب بعمل ايه؟ بعمل بيلد وبعمل بوش للايمج في مكان، والديبلويمنت ان انا بسحب الايمج دي من مثلا حالتنا هنا اللي هي اي دبليو اس اي سي ار، بسحبها وبستخدمها ان انا اخلي السيرفر اللي على اي دبليو اس او على جوجل كلاود او ايا كان يستخدم الايمج دي ان هو يعمل لها رن. والميزه انه احنا بنشتري ليه سيرفرز في الكلاود بروفايدرز ان ده سيرفر دايما شغال، بدل ما رن ده على الماشين عندي لوكال في الاخر الماشين عندي ممكن تقفل او ممكن تفصل. لا، انا عايز يبقى دايما راننج على حاجه اليوزرز اي ريكوست بيعملوه على الابلكيشن بتاعي في حاجه بترد عليهم على طول. فدي الفكره العامه للسي اي سي دي. وتقدر تتحكم هو السي اي بيرن امتى والسي دي بيرن امتى بالجزء ده بتاع التريجرنج، ان انا بديفاين ايه الايفنت اللي لما بيحصل برن الورك فلو ده. اوكي، طبعا سامبل بقى للموضوع ده تعالوا نشوفها على جيت هاب. لو كده نفتح الريبو بتاعتنا
اللي هي اسمها CI/CD ديمو، هنلاقي فيها البروجكت بتاعنا وهنلاقي البرانش بتاعنا اللي اسمه ماستر، واقدر هنا في الاكشنز اجي اشوف الجيت هاب اكشنز اللي عملت رن. هتلاقي هو احنا عندنا 2 جيت هاب اكشنز، 2 ورك فلو، CI و CD. لو جيت ادوس على CI هيجيب لي الرنز بتاعته، اخر مره اتعمل له ران كان امتى وايه اللي حصل. هنلاقي ان عمل اللينتنج، بعد كده عمل التستنج، ولما دول تمام ابتدى يعمل البيلد. ودي ديسكرايبد بالحته بتاعت نيدز، لما كنت بقول ان ده بينيد لينت وتست يكونوا اشتغلوا. ولو جينا نبص على CD اللي بيحصل فيه، هو CD بيعمل ايه؟ CD بيعمل حاجتين، بيبيلد ويبوش الايمج ويديبلوي. البيلد والبوش ان هو بيبتدي يجهز الاي دبليو اس كريدنشلز وبيلوجن على اي دبليو اس اي سي ار، بيبيلد الدوكر ايمج ويعمل لها بوش على الاي سي ار. والديبلويمنت احنا مش بنعمل فيها حاجه قوي، احنا جاست ان احنا بنعمل ايكو، لان لسه ما فيش سيت اب لسيرفر او حاجه، فانا بعمل ايكو بقول له ديبلوينج الايمج اللي هي اسمها كذا وده الايمج تاج بتاعها. وممكن ارن سموك تيست، بس انا برضو بسيميليت ده ان انا بعمل ايكو لجمله راننج سموك تيست اجينست برودكشن، بس ممكن يبقى في سموك تيست فعلا، اللي هو مثلا تيستنج لكريتيكال اي بي ايز للهيلث اند بوينت، ان الدنيا بقت شغاله بعد الديبلويمنت، مش يعني والديبلويمنت دي ما بوظتش الدنيا يعني. هي الفكره بتاعت ده الCI/CD. وطبعا هنا بيبقى ان انا بديبلوي للاخر رغم ان هو سيميليشن، فده يعتبر كونتينوس ديبلويمنت مش كونتينوس ديليفري. كونتينوس ديليفري ان انا اقف عند ان انا بطلع الايمج بس، لكن في زرار بدوس عليه مانيوال ان انا اسحب الايمج دي على السيرفر. انما لو انا هنا فانا هنا بعمل كونتينوس ديبلويمنت للاخر. فاللي احنا عملنا له كفر النهارده في السيشن، اولا هي الفكره العامه للCI/CD، ليه اصلا CI/CD وايه هو CI/CD، وعملنا ديمو شويه قريب من الواقع للي بيحصل في الريل بروجكتس. طبعا في حاجات بتبقى مور ادفانسد عن كده، بس احنا خدنا الفكره المبدئيه وهندخل في تفاصيل اكتر للكلام ده ليتر اون واحنا شغالين. بس ده اول كده فكره عن الCI/CD لاي حد لسه عايز يفهم الكونسبت ده. كده خلصت السيشن النهارده، واشوفكم يوم السبت الجاي الساعه 7 بالليل بتوقيت القاهره للابيسود اللي جاي ان شاء الله. حد عنده اسئله يسيبها لي في الكومنتس، ويا ريت تعملوا لايك سبسكرايب للتشانل وشير ده مع اي حد عايز يتفرج على سيريس للديف اوبس. سلام.